يبدأ يقرا التصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها جينيفر واللي بتكون كاتبة وبتقرر إنها تعتزل فترة في مكان بعيد عشان تكتب رواية جديدة. وهي في طريقها للبيت الجديد بتعدي على واحد اسمه إير واللي بيكون مأجر لها البيت. وبنعرف إن البيت موجود في نص الغابة وفي مكان معزول تماما عن البشر. وبيديلها المفتاح بتاع البيت وكمان خريطة عشان تعرف توصل. وبعدها بشوية بتقف جينيفر عند بنزيمة، وهناك بتقابل 3 شباب واللي هما أندي وستانلي وجوني. وبيظهر إنهم أصحاب وإنهم بيشتغلوا سوا في نفس البنزيمة. وبيبدأ جوني يحط لها بنزين في العربية، وفي الوقت ده بيحاولوا إنه يقرب منها، لكن جينيفر بتصده وبتحرجه قدام صحابه، وده اللي بيخليهم يسخروا منه قدامها. فبيتضايق جوني من اللي حصل، وبتوصل جينيفر للبيت وبتبدأ إنها ترتب حاجتها. وبعدها بتقعد قدام اللابتوب عشان تبدأ في كتابة الرواية. وبتعدي أيام وبتحاول فيها جينيفر تتأقلم مع حياتها الجديدة. وبتتصل بصديقتها وبتبلغها إنها تقعد في المكان ده شهر على الأقل، وإنها مش ناوية ترجع غير لما تخلص الرواية. وفجأة بتسمع جينيفر صوت عالي جدا جاي من مكان قريب منها. فبتستغرب جدا، وده لأن مفيش حد ساكن حواليها. وبتفضل تمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بتوصل لكوخ صغير جنبها، واللي بيكون مليان بأدوات حادة، وبتلاقي كمان مية نار، وده اللي بيخليها مستغربة. وبيكون عندها فضول تعرف المكان ده بتاع مين وبيستخدم الأدوات دي لإيه. ولما بترجع للبيت بيتكتب عليها المشروب بتاعها بالغلط. فبتدخل جينيفر الحمام عشان تغسل هدومها، وبيظهر إن في حد معاها في البيت وبيصورها، لكنه مش بتشوفه. وتاني يوم بتخرج جينيفر تجري في الغابة، وبتحس بحركة في المكان. ولما بتبص حواليها بتلاقي بيت مهجور، فبيجيلها فضول تدخل تستكشفه. وهناك بتلاقي ازاز خمرة وكمان جرادل مليانة حمضيات. وبعدها بترجع جينيفر للبيت وبتكتشف إن سباكة البيت بايظة. فبتتصل بإيرل اللي بيطمنها إنه خلال ساعة هيبعت حد يصلحها. وبمجرد ما بتقفل معاه بيقع التليفون منها في الحمام. وبالرغم من إنها بتقدر تجيبه لكنه بيكون خلاص باظ. وبعدها بشوية بيوصل واحد اسمه ماسيو واللي بيكون جاي يصلح السباكة. وبيظهر إنه من ذو الاحتياجات الخاصة، لكنه بيبقى شاطر وبيقدر يصلح المشكلة في وقت قليل. وفي نص الكلام بتحكي جينيفر إن تليفونها وقع في الحمام وباظ. وبعدها بتقرب من ماسيو وبتبوسه كشكر ليه على اللي عمله. فبيحس ماسيو بالإحراج وبيتوتر جدا لدرجة إنه بيمشي بدون ما ياخد الفلوس. وعلى الناحية التانية بيكون جوني وستانلي وأندي متجمعين، ويكونوا متعودين يعذبوا الحيوانات ويصوروها باستخدام الكاميرا بتاعت ستانلي. وبيظهر إنهم أشخاص ثديين. وبعدها بشوية بيوصل لعندهم ماسيو، وبنعرف إن ستانلي هو اللي بيراقب جينيفر في بيتها من يوم ما شافها في البنزيمة. وبيصورها بالكاميرا بتاعته وبيقول لها إنه كان بيصورها لما حاولت تقرب من ماسيو. بيبدأ يسخر من جوني وده لأنها صدته، ومع ذلك قربت من ماسيو. وعشان كده بيتضايق جوني أكتر. وأثناء ما هما بيتكلموا عن جينيفر بيحكي لهم ماسيو إن تليفونها وقع في الحمام وباظ. وبيقرروا إنهم يستغلوا الفرصة لصالحهم. والليل بتكون جينيفر كالعادة بتشتغل، وبيظهر إن معاها سيجارة حشيش، وكل ما بتتعب من الكتابة بتدخن. فجأة بتسمع صوت من عند الباب، ولما بترجع بتلاقي عصفور مقتول. فبتخاف جدا، ومع ذلك بتتقرر تتمشى حوالين البيت عشان تعرف مين اللي عمل كده. لكنها ما بتلاقيش حد، وبتلاحظ إن باب الكوخ مفتوح. فبتقفله وبترجع للبيت. وهناك بتتفاجئ بصورة جوني وستانلي على اللابتوب. فجأة بيظهر التلات شباب، وبنعرف إن هما اللي قتلوا العصفور عشان يجذبوا انتباهها لهناك. وفي الوقت ده يقدروا هما يدخلوا البيت، ويكون كمان جايبين معاهم ماسيو اللي بيظهر إنه جاي غصب عنه، وده لأنه بيخاف منهم وميقدرش يرفض لهم أي طلب. فبتترعب جينيفر اللي بتديهم إنهم هتبلغ الشرطة، لكنهم بيبقوا عارفين إنها معهاش تليفون. وعشان كده بيسخر جوني من كلامها وبيقول لها تعمل اللي هي عايزاه. فبتنهار جينيفر وبتعرض عليهم ياخدوا كل اللي معاها ويمشوا، وبتجيب فلوس عشان تدي لماسيو حسابه. لكن جوني بيرفض وبيبدأ يتكلم بالنيابة عنه، وبيسأل عن سبب وجودها في مكان زي ده. فبتقوله جينيفر إنها جاية تشتغل، وبتكذب وبتقوله إن حبيبها جاي بعد شوية عشان يمشوا ويسيبوها. لكن جوني بيكون عارف إنها بتكذب، وده لأنها لو مرتبطة فعلا حبيبها مستحيل يسيبها تيجي مكان خطر زي ده. وبيطلب منها جوني تشرب معاهم لكن بترفض. وبعدها بيبدأ أندي إنه يضربها، وبيظهر إن ستانلي بيصور كل اللي بيحصل. وبعدها بيجبرها جوني إنها تشرب معاهم، فبتوافق جينيفر، خصوصا لما بيوعدوها إنهم هيمشوا بعدها. لكن بعدها بيبدأوا يضربوها ويعتدوا عليها، وبتقدر جينيفر إنها تهرب منهم. وبتفضل تجري في الغابة لحد ما بتقابل شرطي اسمه ستورج، واللي بيكون بالنسبة لها طوق النجاة. فبتحكيله اللي حصل، وبيظهر إن إيرل كان معاه في الوقت ده. فبيطلب منه ستورج يرجع شغله
وهو هيتصرف. وبيرجع ستورج للبيت مع جينيفر عشان يتأكد من كلامها، وهناك بيشوف زجرة الحشيش، فبتنكر جينيفر إنها بتاعتها، لكن ستورج مش بيصدقها وبيخمن اللي هي بتقوله ده تهيؤات بسبب اللي شربته. فبتتعصب عليه جينيفر وبتتخانق معاه، وده لأنه مش مصدقها، وكمان لأنه ساب المشكلة الأساسية ومركز في السيجارة. وبيطلب منها ستورج تبص الحيطة عشان يفتشها، ولكن بيبدأ يتحرش بيها، وبنكتشف إنه صديق للتلات شباب متعود يساعدهم في جرايمهم. وبيرجع التلات شباب للبيت، وبيبدأ الأربعة يضربوها وكمان يجبروا ماسيو يعتدي عليه، وبيضطر ماسيو إنه يوافق بسبب خوفه منهم. وللمرة التانية بتقدر جينيفر إنها تهرب للغابة، ولكنهم مش بيسيبوها، ويفضلوا وراها لحد ما بيمسكوها، وبعدها بيعتدي عليهم كلهم. وفي الوقت ده بتكون جينيفر منهارة بسبب اللي حصل لها، لدرجة إنها بتقرر ترمي نفسها في النهر. فبيمسك ستورج البندقية بتاعته عشان يقتلها وهي في المية، لكن مش بيبقى عارف إذا كانت الرصاصة جت فيها ولا لأ، خصوصا إنها اختفت تمام. فبياخدهم ستورج عند مصب النهر، لكن برضه مش بيلاقوها، ويقرروا يدوروا عليها كل يوم عشان يلاقوها قبل ما حد تاني يشوفها. ويبدأ ستورج يوزع عليها المهام، فبيقرر إنه أندي يرجع بيته ويتخلص من حاجتها اللي هناك. أما جوني فبيكون مهمته إنه ياخد عربيتها ويتخلص منها. وهنا بيجي الدور على ستانلي، واللي بيكون مهمته إنه يديلهم شريط التسجيل عشان يخلصوا منه. وبيقوم ستورج بالمهمة دي بنفسه عشان يتأكدوا إن مفيش أي دليل بيدينهم. وبيعرف إن ميسي قاعد قدام النهر ومستنيها تخرج، وبيطلب منهم ستورج يفضلوا معاه طول الوقت، وده لأنه مش واعي لتصرفاته، وممكن يحكي اللي حصل لحد ويفضحهم كلهم. بيظهر إن ستورج مش فارق معاه غير نفسه، وعشان كده بيهددهم إن ماسيو لو اتكلم أو عمل أي حاجة هيقتلهم التلاتة بدون أي تفكير. بعدها بيرجع ستورج للبيت، وهناك بتكون مراته وبنته قاعدين مستنيينه وكانوا قلقانين عليه. بيظهر إن مراته حامل، فبيعتذر لهم على التأخير. بيكذب وبيقول إن كان في حادثة على الطريق وده سبب تأخيره. والغريبة إن بيظهر قدام عيلته على إنه شخص طيب وأب حنين جدا. بيعرف ستورج إن بنته جابت درجات عالية في الامتحان، فبيبارك لها وبيفرح جدا. وتاني يوم بيروح ستورج يقابل إيرل، ويرجع له مفتاح بيت جينيفر بحجة إنها رجعت المدينة بسرعة قبل ما ستورج لقى معاها مخدرات ممكن تحبسها. أما ماسيو فبيكون لسه قاعد قدام النهر مستني جينيفر، وبيعدي حوالي شهر، والغريبة إن جينيفر مظهرتش من وقتها ولا حتى جثتها. بينسى التلات شباب اللي حصل وبيرجعوا لحياتهم، على عكس ماسيو اللي بيفضل يعاني كل ما بيفتكر اللي حصل اليوم ده. وفي يوم بيجي لستورج تليفون من إيرل اللي بيقول إن صديقة جينيفر عنده وجات مخصوص عشان تسأل عليها، وده لأنها مختفية من شهر. بنعرف إن إيرل اداله رقم ستورج، وده لأنه آخر حد شافها. بيخاف ستورج جدا، فبيقولوا إنه هيكلمها تاني يوم بحجة إن الوقت اتأخر. بعدها بيغيروا الموضوع، بيتفقوا الاتنين إنهم يخرجوا تاني يوم يصطادوا. وتاني يوم بنشوف أندي وجوني هما قاعدين سوا. فجأة بيدخل عليهم ستانلي اللي بيكون منهار، وبيعترف إنه كذب لما قال لهم إن الشريط معاه. وبنعرف إن ادالهم شريط فاضي، وإن الشريط اللي عليه تسجيلات جينيفر لسه معاه، لكنه اتسرق منه هو والقمر، ولحد دلوقتي ما يعرفش مين اللي سرقه. فبيبدأ الاتنين يتخانقوا معاه وبيضربوا جوني. وبالليل بيكون جوني سهران في بيته، وفجأة بيسمع الصوت جاي من بره. ولما بيخرج بيلاقي عصفور مقتول قدام البيت، فبيخاف جدا لأن دي نفس الطريقة اللي استخدموها عشان يجذبوا جينيفر ناحية الباب، لكن بيخمن إنها صدفة مش أكتر. عشان كده بيرمي الطائر بعيد وبيرجع بيته. وبعدها بيسمع الصوت مرة تانية، وبيلاقي العصفور رجع لمكانه قدام البيت. فبيخاف جوني، عشان كده بيجيب البندقية بتاعته وبيبدأ يتمشى حوالين البيت لحد ما بيلاقي الحظاظات اللي كانت في إيد ماسيو، وبيخمن إن ماسيو بيهزر معاه. أما ستورج فبيرجع البيت، وهنا بتكون مراته قاعدة مستنياه، وبتبلغه إنها لقت شريط تسجيل وكان مكتوب عليه من ستانلي. وبنعرف إنها حاولت تشغله لكن معرفتش. وبيتصدم ستورج لما بيعرف إن الشريط لسه موجود، فبيروح يقابل التلات شباب وبيبدأ يضرب ستانلي عشان كان عايز يفضحه. ويكون على وشك إنه يقتله، لكن جوني بيهديه وبيقول إن ماسيو هو اللي بيعمل فيهم كده، وده لأنه لقى الحظاظات بتاعته قدام البيت عنده. وبعدها بيخرج مع إيرل وبيستغل الفرصة وبيقتله. وبنعرف إنه عمل كده عشان يخلص من آخر دليل يثبت إنه قابل جينيفر قبل ما تختفي. وفي نفس الوقت بيكون ماسيو قريب من بيت جينيفر، وبيستغرب لما بيسمع صوتها خارج من البيت، خصوصا لما بيسمعها بتنادي عليه. ولما بيدخل بيتفاجئ إنها لسه عايشة، ويبدأ يعتذر على اللي عمله. وقبل ما يكمل كلامه بتطلع جينيفر الحبل وبتخنقه. ويبدأ أندي وستانلي يدوروا عن ماسيو عشان ينقذوا تعليمات ستورج ويراقبوه. ويسمع صوت اللحن اللي أندي متعود يعزفه،
وبيخمنوا إن ماسيو بيهزر معاه. بيفضل أندي ماشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيوصل للبيت الموجود. على الناحية التانية بيكون ستانلي لسه في الغابة. فجأة بيلاقي جينيفر واقفة قدامه. بيكون متأكد إنها ناوية تنتقم، عشان كده بيقرب منها عشان يقتلها. لكن جينيفر بتكون ماسكة منه، وبيظهر إنها كانت عاملة حسابها من الأول، عشان كده حطت فخ في طريقه. وبيتصاب ستانلي في رجله إصابة خطيرة، ويسمع أندي صوته وهو بيستغيث. فبيجري ناحيته، لكن جينيفر بتضربه وبيفقد الوعي. بيفوق أندي اللي بيلاقي نفسه مربوط وتحت حوض مية. أما ستانلي فبيلاقي نفسه مربوط في شجرة. وبتقرر جينيفر تنتقم منهم بنفس الطريقة. وبتشغل الكاميرا عشان تسجل كل اللي بيحصل. بيحاول ستانلي يعتذر لها، لكن مش بتهتم. وبتبدأ إنها تعذب ستانلي زي ما كان بيتذلل لها بتعذيبه. فبتحط في بقه فار ميت، وكمان بتفتح جوفه وبتثبته باستخدام الإبر. وبتجيب سمكة وبتحط أحشائها عليه. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وهنا بيجي الدور على أندي، فبتبدأ جينيفر تحط في وشه في المية، وبعدها بتجيب حمض وبتحطه في المية. فبيصرخ أندي بسبب الحروق اللي في وشه. في الوقت ده بتكون الغربان اتجمعت حوالين ستانلي بسبب ريحة السمك. وبيبدأ إنهم ياكلوه هو كمان. ولما بترجع لأندي بتلاقيه إنه اتشوه بسبب الحمض ومات. وبيجي الدور على جوني اللي بيتفاجئ بجينيفر واقفة قدامه بتضربه على راسه. بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط. تبدأ جينيفر تخلع سنان واحدة واحدة وبتعذبه. وبعدها بتطعنه بالمقص وبيموت. وبكده يكون مش فاضل حد غير ستورج، اللي بيجيله اتصال من مراته بتقول فيه إن جينيفر المدرسة الجديدة بتاعت بنتهم وصلت للبيت. بيستنتج ستورج إن جينيفر قدرت تخدع مراته عشان تنتقم منه. فبيرجع البيت بسرعة، وبيعرف من مراته إن جينيفر خدت البنت بحجة إنها تخرجها هي وبقية الطلبة المتفوقين. فبيركب عربيته عشان يلحقهم، ولكن مش بيلاقيهم. ولما بيرجع للعربية بتكون جينيفر مستنياه وبتضربه على راسه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف، وبيظهر إن جينيفر حطت البندقية عند ظهره وربطت الزينات في إيد ماسيو اللي بيكون فاقد الوعي. وبتكون جينيفر واقفة وراه، ويظهر إنها مبسوطة باللي عملته. وبتخرج من البيت وبتسيبهم. وبمجرد ما بيفوق ماسيو بيبدأ يتحرك، بتخرج الرصاصة وبتقتل ستوري. بعدها بترجع جينيفر عند ماسيو وبتقتله هو كمان. وبكده تكون جينيفر قدرت تستخدم ذكائها عشان تنتقم من الخمسة. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. سلام.